خصوص تصبح على صفحات التاريخ والبوسطة الخديوية وحكايات وأسرار وخفايا. مش عارفة أجيبها لكم في دقيقتين إزاي، بس أنا هحاول أخلص لكم الحكاية بالأسرار والخفايا. الحكاية بدأت من أيام سعيد لما كانت اسمها الشركة المجيدية، وكانت تبع للحكومة. بعد كده في عهد إسماعيل اسمها البوسطة الخديوية، وفي النص كان اسمها البوسطة العزيزية، تبع نسبة إلى سلطان عبد العزيز. هتلاقي مكتوب فيها ساعات الضوابير. البابور اللي هو اللي احنا بنقول عن السفينة، يعني بابور، هي جاية من كلمة فابور اللي هي البخار. دي كلمة إيطالي أو يوناني. اللي الشائع عندنا إن احنا نقول بابور على القطر أو على السفينة، أو حتى على بابور الجاز، لأن الصوت بتاعهم صوت البخار اللي بيعمل الصوت اللي هو صوت الوابور ده. احنا كان عندنا الكلام زي مثلا فيكتوريا، ما عندناش في العربي الحرف الفي، فكان يقولوا فيكتوريا. يتحول الفي لبي لسهولة النطق يعني. فما علينا، دي حاجة كده من الحكايات برضو. احنا عرفنا ان السفينة محمد علي ضربت في الحرب العالمية الأولى، وكانت السفن دي كانت تابعة ل البوسطة الخديوية. في عبود باشا لما اشترى الشركة 24 عشان يخلصها من براثن انجلترا اللي خدتها تسديدا لديون مصر بعد افتتاح حفل قناة السويس. اجى عبود باشا خربها من براثن الأسد الإنجليزي سنة 24. بس 61 حصل التأميم وأمموها ورجعت تاني لتصبح شركة حكومية، بعيد عن الأهليات وكده. هي وسبع شركات تانية هحكي لكم عليهم بس في فيديو تاني. دي من بعض الأسرار والخفايا. يطلعوا كمان واحد أخد أجازة سنة 1885، عسكري بحري على السفينة تبع البوسطة الخديوية. معنى كده إنها كانت اللي بتديرها البحرية العسكرية البحرية المصرية. دي حكايات كتير وهكمل لكم، بس كده خلص الكلام. سلام.